انت شايفيني ماشي كده، ماشي ماشي ماشي، وفجاه رحت عامل كده. طبعا محمد عامل حاجه في الفايل يعني كويسه قوي، عجباني بصراحه جدا، تقريبا ما حدش عاملها غير هو وممكن حد تاني. ان هو مسمي هنا الحاجات بتاعته كلها، مسمي عامل كوليكشن للاضاءه اللي يقدر يفتحه ويقفله، عامل كوليكشن للموديل، حاطط الريفرنس في حته. فالحاجات النظيفه دي بجد بتريح قوي. طبعا لو جينا هنا كده في الكاميرا عند محمد ودوسنا ريندر، محمد طبعا عمل حاجه حلوه وبعدها راح فجرها بحاجه ايه، كارثيه يعني. هو ان هو نسي يعمل الباك ريسورسز اللي انا كنت قلت عليها. فدي برضو يعني مهمه شويه، ان احنا كنا قلنا ان احنا لما بنيجي نبعت فايل بنعمل اوتوماتيكلي باك ريسورس. تمام، هو ممكن يبقى عامل بس هي ما ظبطتش معايا مش عارف ليه. لو جينا نبص على الانيميشن، انا عايز اتكلم على الانيميشن. لو جينا نبص دلوقتي على الانيميشن عنده، في حاجه ضايقتني جدا. لو دوست بلاي الكاميرا هي بتقرب، والمشهد اللي بعده النضاره بتطلع. في حاجه في الانيميشن او في سيكولوجيه البني ادمين بقى، ان وان بني ادم بيتفرج على حاجه بيحب يحس ان هو ذكي، او بيحب يحس ان هو عارف ايه الحاجه اللي هتحصل بعد كده. اكنكم بتتفرجوا على فيلم او على حاجه وعارفين اللقطه اللي هتحصل وبتقولوها لحد تاني، ولما تحصل بتبصوا له شفت مش كنت قلت لك، بتحس ان انت جامد قوي. فده اللي حصل معايا وانا بتفرج هنا. انا كنت باصص وفجاه لقيت النضاره طلعت في المشهد التاني. ده ما كانش المفروض يحصل، لان هي ما ادتنيش اي احساس ان هي هتبدا تطلع. طيب، فاقصد ايه بالحاجه اللي زي كده؟ اقصد ان المفروض كان في المشهد ده اللي هو اول 29 فريم النضاره تبدا تطلع بالراحه، وبعدها في المشهد ده تطلع بسرعه. طيب، ده نعمله ازاي؟ لو جينا هنا وجبنا الكيوب ده، وقلت ان الكيوب ده انا عايزه يتعمل له انيميشن ان هو يبدا يطلع بالراحه وبعدها بسرعه. حلو، ده ازاي؟ طبعا هنيجي في الجراف اديتور اللي هو حبيبنا، اللي هو اللي بيسيطر على الحاجات دي كلها، وهنقول ان انت في اول فريم هتبقى هنا. تمام، دوست اي عشان يبقى بحط كي فريم هنا. وفي فريم 100 هعمل فريم 100 هنخليه هنا كده، وممكن نعمل له روتيشن بالمنظر ده وندوس اي. تمام، ده الجراف اديتور بتاعنا. حلو، المنظر ده ده معناه ان هو هيطلع بالراحه وبعدها بسرعه وبعدها يقف بالراحه. فتعالوا نتفرج كده، بالراحه وبعدها هيروح يتحرك بسرعه وبعدها هيروح واقف بالراحه. تمام. طيب، لو عايزه يتحرك بسرعه اكتر، انا عايزكم تشوفوا الموضوع ده كأنه رولر كوستر اللي هي بتاعت الملاهي، ماشي؟ فدي بتاعت الملاهي، ماشي؟ فعايزك تتخيل، يعني تخيل معايا ان القطر هنا اهو. حلو، فالقطر هنا هيتحرك ازاي؟ بالراحه، صح؟ لسه ما وقعش، فبالراحه بالراحه وبعدها وي، وبعدها في الاخر هيقف ايه تاني بالراحه. نفس الكلام من تحت لفوق، ده معناه ان هو احنا تحت اهو، فبنطلع بالراحه وبعدها طلعنا بسرعه جدا وبعدها وقفنا تاني. طب لو عايزين القطر يتحرك اسرع في الحته اللي في النص، هتمسك الاتنين دول، ده وده، وتدوس سكيل. فده معناه كده ان القطر مشي كتير 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 وبعدها نزل جامد جدا وبعدها وقف جامد. بص دلوقتي لو دوست بلاي، بص بالراحه بالراحه، بص هيطلع ازاي جامد. شفت؟ بالراحه، يعني بالراحه قوي، وبعدها هنا في الحته دي وي. فاهم؟ ده اللي بيحصل في الانيميشن بقى. نفس الكلام لو انا قلت مثلا ان انا عايزه يطلع بسرعه وبعدها براحه وبعدها يطلع تاني بسرعه، فانا هنا عايزه يطلع بسرعه. القطر اهو ماشي، ده القطر، فالقطر هيطلع بسرعه هنا اهو، وبعدها في الاخر هيروح هنا اهو، والاتنين دول هنعليهم كده. فده معناه انه هيطلع بسرعه قوي وبعدها يقف وبعدها يطلع تاني بسرعه. فبصوا كده، هيطلع بسرعه وبعدها يقف وبعدها يروح طالع تاني بسرعه. فده القطر. تمام. فنرجع بقى لموضوعنا بتاع النضاره. فانا هنا كنت عايزه يحسسني ان احنا بنطلع بالراحه وبعدها بنطلع جامد. فبنطلع بالراحه دي متحققه هنا اهي، ولكن بتقف في الاخر. انا مش عايزها تقف، انا عايزها تطلع. فده هنروح ماسكينه وهنخليها كده، وممكن نعملها كده. فده معناه ان القطر بيمشي بالراحه وبعدها بيطلع بسرعه جامد. فده اللي هو كان المفروض يعمله في الانيميشن بتاعه، ان النضاره اهي، نتخيل ان دي النضاره بتطلع بالراحه، وفي المشهد التاني اهي راحت متحركه ايه اسرع. عايز تخليها تتحرك اسرع من كده، هتروح عامل كده وهتروح عامل كده. فده معناه ان انت بتتحرك بالراحه 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 بالراحه، بعدها فجاه هتروح متحرك بسرعه. بصوا اهو، بالراحه بالراحه بالراحه، بصوا اللي هيحصل فجاه. شفتوا؟ فهو ده اللي بيحصل بقى في الانيميشن، ان انت تبقى بتمهد للناس اللي هيحصل، لان ان يحصل حاجه انت مش متوقعها دي مستفزه بالنسبه للناس. كلامي مفهوم؟ الناس تمام؟ مستفيده؟ مستفيدين؟ ماشي. يعني ده برضو انا بشبهها بحته ان انت تخيل ان انت دلوقتي، يعني واحد، انا دلوقتي اهو ايه، انا بني ادم، انا الانيميشن ماشي. فانت ما اعرفش سامعيني ولا لا، بس انا دلوقتي ماشي، يعني انا ماشي اهو. فانتوا شايفيني انا اهو
انت شايفيني ماشي كده، ماشي ماشي ماشي، وفجاه رحت عامل كده. ده اللي هو عمله. فهي دي الفكره كلها، اللي هو يعني انت ماشي، فانت خلي الناس تعرف انت بتعمل ايه. ف هي دي الفكره كلها، ان الناس بس ما تتزاولش فجاه، اللي هو لا يعني